بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا بيكم. فيديو النهارده هنتكلم عن مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، كمان هركز على نقاط مهمة جدا بخصوص المهاجم الجديد للقلعة الحمراء. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وقول لي رأيك وتوقعاتك في التعليقات. طيب إن شاء الله موعد المباراة غدا الساعة 8:30 مساء. النادي الأهلي في المركز الأول برصيد 31 نقطة بعد 13 مباراة، والزمالك في المركز الرابع 26 نقطة بعد 13 مباراة. هداف النادي الأهلي عمرو السولية 3 أهداف، ولكن هداف الزمالك أحمد زيزو 5 أهداف. غيابات النادي الأهلي محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمود متولي، عمرو السولية، برونو سافيو، كريم فؤاد وأكرم توفيق. أما عن غيابات الزمالك أحمد فتوح، عبد الله جمعة، إبراهيم نضاي ومحمود الونش. طيب دلوقتي هنتقل إلى تشكيل النادي الأهلي المتوقع في مباراة القمة، وخطة كولر المعتادة 4-2-3-1. في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمد هاني، خالد عبد الفتاح. خط الوسط اليو ديانج، مروان عطية. في الجانب الهجومي حسين الشحات، محمد قفشة، أحمد عبد القادر ومحمود كهربا. لو حمدي فتحي جاهز هيلعب قلب دفاع بجانب ربيعة، ومحمد هاني يتحول إلى ظهير أيمن. بعض عناصر دكة البدلاء محمد شريف، شادي حسين، أيمن أشرف، بيرسي تاو، محمد كريستو، أحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر. طيب بخصوص مهاجم النادي الأهلي الجديد، أنا قلت لك قبل كده إن في 4 لاعبين مرشحين: جاكسون موليكا، سوري كابا، محمد كوناتي وجوستافو سوزا البرازيلي. الجديد إن في لاعب آخر بيدخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي وهو جون ميري عنده 29 سنة، مركزه مهاجم صريح، بيلعب لفريق فوكوكا الياباني، جنسيته كاميروني. القيمة التسويقية 1,200,000 يورو. ميري كان ليه تجربة في الدوري السعودي مع فريق الشباب. أرقامه مع فوكوكا الياباني خلال 35 مباراة سجل 11 هدف وصنع 3 أهداف. العملاق الكاميروني جون ميري بيرحب جدا بفكرة انتقاله إلى القلعة الحمراء. حتى الآن المهاجم الأقرب للنادي الأهلي هو جاكسون موليكا، ومدير تعاقدات النادي الأهلي بيكثف المفاوضات مع إدارة بشكتاش من أجل إبرام الصفقة بشكل رسمي، سواء إعارة أو بيع نهائي. إن شاء الله هيتم حسم صفقة المهاجم بعد ماتش القمة وقبل كأس العالم للأندية. والنادي الأهلي كمان بيخطط لضم لاعب أجنبي آخر تحت السن من أجل تدعيم الجانب الأمامي. يعني هيكون عندنا مهاجم فوق السن رقم 9 صريح، ولاعب تحت السن مهاجم أو جناح. وإن شاء الله الأهلي هيكون فريق كويس قبل كأس العالم للأندية، قبل مونديال المغرب، وموعد غلق باب القيد في نهاية شهر 1. تمام، يعني إن شاء الله بأمر الله الموضوع هيتحسم الفترة الجاية، والأهلي بشكل مؤكد هيتعاقد مع مهاجم رقم 9 أجنبي وفقا لطلبات المدرب مارسيل كولر ومن أجل تدعيم الجانب الهجومي. هنرجع تاني لماتش القمة وهقول لك تشكيل الزمالك المتوقع. في حراسة المرمى محمد عواد، خط الدفاع عبد الشافي المسلوسي، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد. خط الوسط دونجا، إمام عاشور، عمرو السيسي. في الجانب الهجومي زيزو الجزيري ومصطفى شلبي. طبعا نادي الزمالك الفترة الحالية مش في أفضل حالاته الفنية، يعني النادي الأهلي يقدر يكسب الزمالك إن شاء الله غدا، ونقدر نأدي بشكل كويس رغم صعوبات اللي بتواجه الأهلي ورغم الغيابات المؤثرة. انت متخيل ان هيغيب عن النادي الاهلي اكتر من لاعب من القوام الاساسي، لعيبه من التشكيل الرئيسي فعلا. عمرو السولية لاعب مهم للفريق، محمد عبد المنعم، محمود متولي وياسر ابراهيم، ال3 لعيبه اللي كولر بيعتمد عليهم في الجانب الدفاعي. عندنا غيابات مؤثره جدا، ولكن احنا عارفين دايما ان الاهلي بمن حضر. يعني ايه؟ يعني كل اللعيبه رجاله ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه ونأدي بشكل رجولي داخل الملعب. محمد هاني بيقدر يلعب ظهير ايمن او ستوبر، وهاني الفتره الاخيره قدم اداء مبهر مع النادي الاهلي فعلا، ابن النادي. محمد هاني لما بيأدي بشكل كويس بنتكلم
هنتكلم عنه، هو عنده المقومات. يعني رامي ربيعة يعتبر لاعب خبرة، رامي ربيعة في المواقف الصعبة بيأدي وبيعرف يعني يتعامل في الماتشات اللي زي دي. خالد عبد الفتاح الصفقة الجديدة، النادي الأهلي تعاقد معاه من سموحة ورجله في الملعب. يعني إيه؟ يعني يقدر يأدي مع النادي الأهلي، ما عندوش أي مشكلة. احنا بنلعب طبعا ماتش محلي، ماتش القمة، ماتش كبير، ولكن خالد ما عندوش مشكلة، هيلعب إن شاء الله في ماتش القمة بناء على قرارات من كولر. يعني مروان عطية هو كمان إن شاء الله هيكون له دور أساسي ورئيسي بقى، لأن عمرو السولية مصاب، حمدي فتحي في شكوك على مشاركته، بالتالي مروان هيكون له دور. ومروان لاعب كبير وعنده امكانيات ممتازة في خط الوسط، بيشوط، بيسجل، بيصنع، بيساعد في بناء الهجمة. هل كولر ممكن يعمل مفاجأة قدام الزمالك؟ ممكن جدا، لان كولر خلي بالك دايما بياخد الريسك وبيعمل مغامرات. شفناه لعب بكهرباء اساسي امام سموحة في ماتش الكاس، فهو عنده بيرسي تاو وعنده طاهر وعنده كريستو، 3 لعيبه مفاجآت. يعني ممكن جدا كولر يلعب كريستو في مركز الوينج رايت، او بيرسي تاو مهاجم، او طاهر جناح شمال، هو ودماغه وفكره يعني. بس زي ما احنا عندنا غيابات، عندنا لعيبه رجعت من اصابات، بيرسي تاو وطاهر، وطبعا عندنا صفقات جديده، مروان عطيه وخالد عبد الفتاح وكريستو، وان شاء الله يكون عندنا مهاجم جديد بعد ماتش القمه استعدادا لكاس العالم للانديه، ولاعب اخر تحت السن في الجانب الامامي. هنكون فريق كويس ان شاء الله مع عوده الاصابات، مع يعني وجود صفقات جديده، ان شاء الله نأدي بشكل كويس. ماتش القمه بتاع بكره ده مهم جدا من كل النواحي. اولا احنا عارفين ان ماتش القمه بطوله لوحدها كده، يعني بيكون في منافسة بين الفريقين، بين الجمهورين، احنا عارفين. كمان لو النادي الأهلي كسب بكرة ان شاء الله هيوصل للنقطة 34، وهنبعد خالص في ترتيب الدوري، هنحطم نادي الزمالك معنويا. محتاجين فقط نركز داخل الملعب. محمود كهربا اكيد جمهور الزمالك هيرمي كلمة كده، ممكن شتيمة، ممكن تريقة، مالكش دعوة بجمهور الزمالك، خليك في الملعب، ركز داخل المستطيل. كهربا لاعب كبير وعنده الامكانيات وعنده القدرات الفرديه وبيمتلك حلول داخل الملعب، ولكن لازم تركز بس داخل الملعب، وان شاء الله تقدر تسجل اهداف، وان شاء الله تقدر تكون مؤثر مع النادي الاهلي. خلي بالك برضو يعني ماتش القمه ده ملوش علاقه بمستوى الفريقين، المستوى السابق للفريقين، هو بيعتمد فقط على حاله اللاعبين. يعني انت ومزاجك في الماتش ده، كل اللاعبين طبعا بيكونوا مركزين، ولكن ممكن الزمالك يعمل مفاجأة، ممكن زيزو يسجل بدري مثلا. يعني بقول لك كل السيناريوهات، نقدر نتعامل مع كل المواقف ان شاء الله. وعندنا لعيبه تخلص قدام، زي شادي، زي محمود كهربا، واحمد عبد القادر لاعب مهاري جدا، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه. نركز على اللمسه الاخيره، نستغل الفرص، لان طبعا الماتش هيكون صعب. مهما كان نادي الزمالك مستواه مش جيد، مهما كان الزمالك عندهم مشاكل اداريه، فتوح غايب، عبد الله جمعه مش موجود، برضو يعني في عشوائيه هجوميه نوعا ما بالنسبه لنادي الزمالك، ولكن يبقى الزمالك فريق كبير، وتبقى مباريات القمه ماتشات صعبه، ماتشات خارج التوقعات خالص. انا اتوقع ان الاهلي ان شاء الله يكسب، ولكن ما نضمنش، فانت تركز. هيكون عندنا ممكن مشاكل شوية دفاعية، ولكن ان شاء الله التيم كله، الشغل الجماعي، المنظومة الجماعية، نقدر نغطي بأليو ديانج، بمروان عطية، بخالد، بهاني، بربيعة، ايمن اشرف ممكن يكون له دور، ستوبر او ظهير ايسر بديل معلول طبعا لازم يركز جدا دفاعيا قبل هجوميا، لان ممكن زيزو يلعب عليه، زيزو بيلعب وينج رايت، هيلعب على معلول فعلا. مصطفى شلبي هو كمان جناح مزعج، والجزيري على فترات. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. عاوزك تقولي في التعليقات توقعاتك عن ماتش القمة بين الأهلي والزمالك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة. شكرا ليكم، السلام عليكم.